مبروك للنادي ريال مدريد عشاقه وجماهيره بهذا الفوز على اتلتيكو مدريد بالديربي هدفين مقابل هدف واحد، والتاهل الى نهائي السوبر الاسباني المقام بالسعوديه لمواجهه برشلونه بكلاسيكو الارض اللي راح يكون يوم الاحد الساعه 10 مساء. المباراه كان بها هواي اهداف، اهداف رودريجو، هدف فالفيردي الصاروخي، كان كلش حلو الصراحه ومسافه عالميه. اجواء الملعب كلش كانت هواي اهداف، بس انا اركز على شغله واحده، حدث واحد مهم، هو فينيسيوس جونيور اسوأ لاعب بريال مدريد. تقريبا هذا الشهر الثاني له اسوأ لاعب بريال مدريد هو فينيسيوس جونيور. لاعب جاي يسبب مشاكل بالفريق، جاي يسبب ضغوطات على لاعبيه. طبعا فينيسيوس جونيور من افضل اللاعبين مهاره في العالم، بس من اسوأ اللاعبين عقليا في العالم. لاعب يقدر يستفز اي شيء، الجماهير تستفزه، الخصم يستفزه، الحكم يستفزه. وصل مرحله اليوم انه مدرب الخصم استفزه. سيميوني وقف يمه على الخط وحكى وياه كلام من الشوط الاول استفز بيه فينيسيوس، وفينيسيوس طلع من اللعبه هو اصلا سيء. انه بيستفزونه صار يعني ما اعرف شنو الوضعيه اللي انت بيها. يا اخي انت ما تجي تلعب اطلع قول صرح انا ما اريد العب بالريال وروح لغير نادي. هو اصلا من مستعد انه يدفع 150 فينيسيوس؟ والله انا هسه لو مكانه ما مستعد ادفع 60 فينيسيوس. لاعب مزاجي يقدم لك لعبه وموسم كامل ما يقدم. ما اعرف شنو وضعيتك. زين انت تشافي الونسو شفت الوضعيه هيك من الشوط الاول، اللاعب مستفز، يا اما تخرجه وتنهي الموضوع تخلي رودريجو متالق جناح ايسر تنزل ماستانتانو او جولر، يا اما انت تحكي ويا اللاعب تفرض عليه شخصيتك وتقول له التزم بالملعب، ابتعد عن الضغوط الخارجيه وركز بالملعب. زين انت وين دورك يا الونسو؟ جونيور جاي يشكل عبء على الفريق، نقص بالفريق، جاي يظلم هواي لاعبين امثال اردا جولر، ماستانتانو، رودريجو. يعني اليوم جونزالو غارسيا انا بحسب اللي شفته بالمباراه انه ما قدر توصل له كرات بسبب فينيسيوس ناهل يعني الجهه كلها ناهيه، ما يعرف لا يستلم لا يوصل كره. ما اعرف هذا اللاعب يعني شنو اللي بعقله، يطلب راتب عالي وانت سيء. انت شو تطلب راتب عالي وانت غير مؤثر اصلا؟ انت تكون نجم الفريق وانت غير مؤثر، انت عقلك مو بالملعب، انت يعني تبقى تدور الشو تدور الاعلام. يا اخي هذا الشيء مو صحيح. وبالشوط الثاني تشافي الونسو قرر يسحب فينيسيوس، واكيد سيميوني ما راح يسكت. بنفس الوقت صارت اكو احداث صافرات استهجان على فينيسيوس، صح هي قليله بس انسمعت، احنا كمشجعين وكمتابعين المباراه سمعناها. سيميوني يسكت؟ اكيد لا. قال فينيسيوس اسمع هاي الصفرات عليك، بيريز ما راح يبقيك بالنادي، راح يتخلى عنك. فينيسيوس هجم على سيميوني وتعرفون هاي الاحداث اللي صارت وجاي يشوفون حاليا الفيديو موجود جاي يشوفونه. شاف الونسو دافع عن اللاعب مالته وبنفس الوقت ما قبل على سيميوني ورد عليه بالملعب وايضا بالمؤتمر الصحفي، قال هذا يسبب عدم احترام وانا مثل ما نحترم لاعبين